اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من سلسله المصري الاصلي. النهارده هنتكلم عن المايسل روتر بتاعه ستارفل. عندنا حجمين من المايسل روتر دي، اللي قدامكم دي حجم 100 مللي، وفي الحجم الاكبر اللي هو حجم ال 200 مللي. تعالوا بقى اقول لكم على المكونات بتاعه المايسل روتر دي. اول مكون فيها وهو الميه، وبعده الجليسرين، وبعده تي تري اويل او زيت شجره الشاي، وكمان عندنا حمض الستريك، وكمان عندنا الفيتامين بي 3 ومستخلص فيتامين اي، واخر مكون عندنا خالص وهو العطور. العطور اخر مكون لانه اقل نسبة فيها طبعا. مش ما اعتقدش ان هو بيأذي خالص البشرة الحساسة، لان هو زي ما قلنا اخر مكون خالص وملوش ريحة نفاذة. اي مايسل روتر في الدنيا بعد ما بنستخدمها لازم نغسل وشنا، لان بيبقى عليها احساس صابون كده مزعج. لكن المايسل روتر بتاعه ستارفل مكتوب عليها نو رينس، او ان هي ما بتتشطفش بعد ما بنستخدمها، على الرغم اننا لما بنهزها كده بنلاقي ان في صابون ظاهر، يعني هي بتعمل رغوة فوق كده بسبب وجود الصابون. فعلشان كده للامان برضو لازم نغسل وشنا حتى لو ما ظهرش الاحساس المزعج بتاع الصابون على الوش. طريقة الاستخدام سهلة جدا وبسيطة، باخد نقطة او نقطتين على قطنة او على منديل وبمسح بيها الوش بس كده، ونقطة او نقطتين بتبقى كفاية جدا. النهاردة هنجرب 3 حاجات علشان ننزلهم بالميك اب ريموفر. وهو اول حاجة معانا هو الروج ده من مايت سينما، اللونج لاستنج منه. اللي معرفش ده روج ثابت جدا جدا، مش بيتأثر لا بالاكل ولا بالشرب. الشيد دي 202. تاني حاجة معانا وهو الروج ده من جولدن روز، هو كريمي، الشيد بتاعته 125. طبعا زي ما قلنا كريمي فهيبقى سهل ان هو يتمسح، طبعا اسهل من مايت سينما. تالت حاجة معانا وهو الايلاينر ده من بريتي وومن، هنجربه معاكم. هو ثابت جدا، انا جربته مرة عشان لسه شاريه قريب، فجربته مرة وبجد كان ثابت جدا جدا، مش سهل ان هو يتمسح. فتعالوا بقى نجرب التلاتة. طبعا استنيت عليهم شوية علشان ينشفوا، زي ما انتم شايفين هما نشفوا قدامكم. هنجرب دلوقتي ان احنا نحاول نمسحهم بالمنديل. طبعا زي ما انتم شايفين المنديل مطلعش حاجة غير الروج الكريمي اللي هو اخر واحد بتاع جولدن روز، مطلعش لا بتاع ماي سينما ولا الايلاينر بتاع بريتي وومن. طبعا زي ما انتم شايفين ده شكل ايدي بعد ما المايسلر شالت تقريبا كل حاجة من غير حتى ما اغسل ايدي بالمية. فالمايسلر دي جميلة جدا واديها 10/10.